السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمية طيور مصرية، وفيديو جديد كالعادة. إيه اللي حصل بسوق لحد النهاردة؟ وده كان المتوقع ان هو ده اللي هيحصل، ولكن من كل جمعة لجمعة بيختلف الوضع او بيتغير الوضع، ومن كل حد الى حد بيتغير الوضع. ولكن الحد ده مختلف تماما عن الجمعة او عن الحد اللي قبله. الحد ده مفيهوش لم على جميع الطيور، ملحوظه مفيش لم حتى على الكوكتيل الكبير الشغال، ولا على جميع الكوكتيلات، ولا على الرز بجميع انواعه وجميع تفراته. اللم كان النهارده على الاسترالي العادي، يعني النهارده الناس اللي هي كان عندها استرالي عادي وبتصفيه، يعني حتى اللم كان نسبته قليله جدا. حتى في التداول كمان، يعني حتى في التداول ملحوظه هنا بقى، في حته هنا كمان، يعني كان ممكن السوق ما يكونش فيه لم من التجار، ولكن بيكون فيه يعني بين الاهالي او الهواة والمربين مع بعض بيكون فيه تداول. النهارده حتى التداول كان خفيف جدا، والتاجر الوحيد اللي كان بيلم كان هو تاجر واحد تقريبا، اللي هو كان بيقف على الناصية، ولكن كان حتى اللم يعني خفيف على الاسترالي. كان بيلم استرالي على خفيف تقريبا، يعني ان كان في يعني مش طلبيه حد قايل له على حاجه للمحل او حاجه، يعني بيجيب شويه حاجات خفاف لمحل او حاجه زي كده. وده اللم اللي شغال اليومين دول. الفتره ديت اللي يعني الحد ده المتوقع بتاعه ان هو كمان اصعب من الحد اللي فات. هي الاسعار مفيش اي اختلاف في الاسعار، ولكن الاسعار زي ما هي. وممكن الاسعار بقى اللي بيلم، لان الطير كتير في السوق، اصبح التاجر اللي بيلم الطير موجود، واصبح التصدير واقف. يعني انا قلت في كذا فيديو من فتره، من حوالي شهر، اول ما الحبوب رفعت، قلت ان في تجار هتبدا الطلبيه اللي كانت مطلوبه هتبدا بعد التصفيه، هيبدا اللم بتاعها هيبدا يكتر. دلوقتي انا معايا طلبيه بصدرها العراق، او معايا طلبيه بقى بصدرها اي دوله، اصبح التصفيه بقت كتير. تمام. دلوقتي انا كنت بقعد الم في ال 100 جوز او ال 200 جوز اللي مطلوبين مني، مثلا من التاجر مطلوب مني 100 جوز كوكتيل، او مطلوب منه 200 جوز كوكتيل، على حسب الكميه المطلوبه او على حسب النوع اللي هو مطلوب معاه. بيبدا يلم فيهم اسبوع، 10 ايام، شهر، على ما يبدا يلمهم يجمعهم، ويبدا هو يشحنهم ويصدرهم. دلوقتي بعد ارتفاع الحبوب المفاجئ، يعني الحبوب ارتفعت مفاجئ، يعني مش مثلا زادت 2 في 2 في 5، لا، يعني في اسبوع او اسبوعين بالكثير، 15 يوم، ارتفاع الحبوب زاد بطريقه كبيره، يعني زاد الضعف. تمام. خلى الناس في الفتره دي بسرعه ادت ان هي تصفي طيورها بشكل عام. اصبح التاجر اللي كان بيلم الطيور متواجده. يعني الفتره اللي فاتت من حوالي اسبوعين، ثلاثه او شهر، كان بدا الكوكتيل الكبير كان بيتلم، وبدا سعره يطلع من 450 الى 475 الى 500 جنيه كحد اقصى. كان التاجر بيلم بالاسعار ديت، وده المفروض ان هو 500 جنيه ده يكون اللم بتاعه، ما يكونش اقل من 500 جنيه. ازاي؟ دلوقتي الاسعار او التكلفه بتاعه الحبوب للطيور ما بتكونش جايبه حتى كمان همها. يعني دلوقتي لو انت عندك استرالي وعامله كمصدر ربح او كمصدر رزق، وعاوز تكسب منه، المفروض والاسعار اللي بتكون متداوله في الاسواق، يعني دلوقتي انت عندك جزء استرالي زغليل نازل تبيعه في السوق مكلفك لحد 75 جنيه اكل. يعني الجوز او الاهالي عشان ياكلوا الشهر بتاع او ال 40 يوم او ال 45 يوم لحد مده الفطام، بتاخد مثلا كيلو او كيلو ونص، بيروح لحد 2 كيلو. لان الاسترالي يا جماعه بياكل، الاسترالي بياكل تلت حجمه. يعني لو هو 40 جرام هياكل 10 جرام، هياكل 15 جرام، وبالذات لو في زغاليل كمان الكميه بتتضاعف. فواحد يقول لي لا يا عم، ده الكيلو بيكفش الاسترالي، الجزء الاسترالي شهر. لا، انا هقول لك هات اوزن 2 كيلو على الميزانه واحسبهم له، شوف هيخلصهم في قد ايه. لو عنده 3 4 زغاليل شوف هيخلصهم في قد ايه. دلوقتي المفروض الاسعار اللي تكون ماشيه اصلا في السوق ما يكونش فيه اقل منها، ولكن هي مش موجوده. يعني الاسعار بتاعت الزغاليل الاسترالي اللي هو اصلا السوق ده، او ماشيه في السوق عامه، سواء الحد او سواء سوق الجمعه، الجزء الزغاليل الاسترالي عامل 40 جنيه. الحد دوت انا مش عاوز اقول يعني ان الاسعار اقل من 40 جنيه، عشان ما نقولش ان احنا بنوقع السوق بتاعنا. لا، ما هو ما فيش لم، العالم خلاص، ما هي كده كده مش فارقه. يعني انا مش فارق معايا، انا كده كده عاوز هصفي الطيور ب 30 جنيه الجوز، ب 40 جنيه الجوز هبيعه. دلوقتي الجوز ده مكلفك قد ايه اكل؟ كيلو البيل كان بكام النهارده؟ وكل الفلارس بكام؟ يعني هنقدر ان الكيلو ولا 40 ولا 50، هنقول الكيلو 45 جنيه. لو انت بتجيب 2 كيلو اكل عاملين 90 جنيه، تمام، انت عندك اربع حتت طلعوا زغلولين مثلا،
او جوزين هتبيعهم ب 80 جنيه، يبقى انت صارف عليهم 90 جنيه وتبيعهم ب 80. المفروض الجزء الواحد يتباع ب 90 جنيه، ده بالنسبه للزغاليل، يعني حتى يجيب تكلفه الاكل بتاعه. اما لا، هو مش جايب، يعني هو مش جايب التكلفه بتاعت الاكل. ولكن ده اللي ممكن الفتره الجايه، يعني طول فتره الصيف لحد موسم الانتاج الجاي، ممكن السوق يبدا يتحرك. بس السوق يعني نصيحه لوجه الله، واللي انا شايفه من خبرتي والله اعلم برضو، لاني انا برضو يعني مهما كبرت في الهوايه، في ناس برضو بقالها فتره كبيره، ولكن ده اللي انا مثلا وصلت له في الهوايه، ان الفتره ديت هتكون الاسعار برضو ما زالت مستقرة على هذا الوضع، عشان الناس هتعمل زي الموسم اللي فات. السنة اللي فاتت برضو الاسعار وقعت كده، بس ما كانتش في موسم الانتاج، كانت في اخر موسم الانتاج، دخلنا في الصيف الاسعار بدأت تقع. تمام، دلوقتي احنا بدأنا نخش في موسم الانتاج، ده اللي المربين عملوه بقى، كله بينتج ومحدش بيتمسك باسعار. فضلت الهوايه هي كذلك الامر، الاسعار بتاعتها مش هترتفع، وده اللي خلى العراق برضو كمان الاسعار تقع هناك. احنا دلوقتي التجار اللي بتبيع في العراق ما بقوش ياخدوا من المربيين اللي في العراق، بقى ياخدوا من مصر، بقت الاسعار تروح لحد العراق اقل من هناك. رخر هناك في العراق المربيين بدأت تصفي، لان مفيش طيور بتتباع عندهم، التجار ما بتلمش منهم، بياخدوا من مصر. وده اللي التاجر بتاعنا هو اللي عمل فينا كده، وده اللي هيخلي الهوايه الفتره الجايه ممكن تخبط سنه او اتنين او تلاته على الوضع ده، وحالها لسه ما استقرش، الا بقى اذا دولة تانية فتحت طلبيات وهتبدأ التصدير يشتغل. اما مفيش تصدير اصلا الفترة ديت، والتصدير واقف. يعني انا نزلت فيديو امبارح واتكلمت عن انخفاض الاسعار، ايه يعني انخفاض الاسعار في مصر يؤدي بالسلب على المربين اللي خارج مصر. يعني الاسعار عندنا بتنزل، بيخلي المربين اللي بره كمان تتضر او تزعل من التربية. ليه؟ لان بتضطر التجار تصدر الطيور دي بره، او التجار اللي في الدول اللي بره ما بتاخدش منهم. اصبح الهوايه كمان بدات تقع عندهم، اصبح الاسعار هناك في العراق او في اي الدول اللي بره بدات الهوايه تقع. بعد كده